يمكن للجميع متابعة نص الخطاب الآن على محور بلس على الهواء مباشرة. منذ ساعة تقريبا تجمع عشرات النشطاء السياسيين في محيط دار القضاء العالي في القاهرة، ونظم العشرات من القوى السياسية وقفة احتجاجية قدام مجمع محاكم البحرية بالإسكندرية احتجاجا على إلقاء القبض على 14 شخص في أحداث اسم الرمل أول. معنا الأستاذ مصطفى السيد الصحفي بصحيفة المصري اليوم من أمام دار القضاء العالي. أستاذ مصطفى أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا عمرو. ايه اللي بيحصل عند حضرتك قدام دار القضاء العالي؟ حضرتك في بعض النشطاء السياسيين طبعا عملوا النهارده وقفه احتجاجيه قدام دار القضاء تضامنا مع النشطاء اللي اتقبض عليهم امبارح في الاسكندريه، وبعض المحامين وبعض النشطاء السياسيين. طبعا كان هتافاتهم النهارده كلها، والموضوع الاساسي النهارده كان ان الداخليه لسه زي ما هي وكل تعاملاتها من ايام النظام السابق، الرئيس محمد مرسي بينتهج نفس النهج حتى الان. الكلام ده كله ما بيتغيرش، نفس اللي بيحصل، نفس البلطجه، نفس كل حاجه حضرتك تقريبا. طبعا الامن النهارده قفل دار القضاء يعني تحسبا لوقوع اي اشتباكات، يعني قفل دار القضاء ودخل جوه المبنى. بس يا فندم ده كل اللي حصل قدام دار القضاء النهارده. شكرا استاذ مصطفى السيد الصحفي من مصر اليوم. معانا من اسكندريه الزميل الصحفي سرحان سناره مراسل صحيفه الاخبار. استاذ سرحان، اخر تطورات ازمه اسم الرمل ايه؟ طيب الخط قطع. معانا مين؟